تخيل انك تضرب مشوار سفر لمده يومين من اسوان للقاهره عشان تروح تحقق حلمك وتغني في ذا فويس قدام استاذ كاظم الساهر واستاذه نانسي عجرم. بس بينتهي بيك الحال في استوديو بتغني استاذه نميس الحديدي. بذمتكم دي نهايه سعيده؟ بعد غياب 7 سنين عن السينما، أستاذ كريم الشناوي بيرجع لنا بفيلم ضاي. وطبعًا أستاذ كريم الشناوي بعد الغيبة الطويلة دي لازم يرجع لنا بحاجة قوية جدًا، فهو فعلًا رجع لنا بحاجة قوية جدًا وفكرة قوية جدًا. في الفيلم بنشوف رحلة ضاي من أسوان لحد القاهرة في 48 ساعة، وفي الرحلة دي بنشوف المواقف والصعوبات اللي مر بيها ضاي لحد ما يوصل للبرنامج. فهل هيوصل للبرنامج والّا لأ؟ ده اللي إحنا حرقناه لكم في الإنترو. الفيلم من تأليف هيثم دبور اللي بيعرف يعمل ميكس ما بين الشق التجاري والشق الفني، زي عيار ناري وفوتوكوبي ومؤخرا ضاي. وحتى لما بيجي يعمل حاجات تجاريه زي وقفه رجاله بتطلع حلوه جدا. وممكن برضه يعمل حاجات وحشة زي واحد تاني. ما بنقولش كده. ليه؟ ما أنا قُلت. طب يا ستوب ايه في ايه يا كابتن بكر؟ ايه مالك؟ لا بجد هو عمل فيلم حلو قوي، وعمل قصه جديده، وعجبني اللوكيشن اللي اختار، وعجبني اللوكيشن اللي عمل فيه القصه، اللي حكى فيه القصه. حلو بالضبط، قوي يعني إحنا كان ممكن نتنمر على الشخص القلبينو ده في القاهرة عادي جدًا. بس مثلا. إحنا لمّا رُحنا أسوان، فده خَدم القصة بطريقة وضاف لها عمق كده، خلّى القصة ليها معنى. لا ووراني اسوان بشكل تاني، يعني احنا ده عادي حقيقي. شفنا اسوان في افلام ومسلسلات كتير عادي. بس 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 كانت اسوان الإليت، السياحيه، اللي هو أسوان يا نشوفها من باخره يا نشوفها في اوتيل زي في بس جراند ما شُفتيش بقى اوتيل. شوارع أسوان لا كادرات أسوان قرب لي بجد. قوي، فاهم؟ ده حقيقي. وكمان شخصيات جديدة، يعني شُفنا شخصيات بالظبط، صعيدي بجد، ما شُفناش بقى الشخصيات الصعيدي اللي بتطلع في الكرتون دي اللي هي يا بلهجه أبوي والحاجات دي. غريبه لأ، وحاجات. إحنا طلّع لنا شخصية صعيدية طبيعية جدًا، أنتِ تنزلي تقابليها في الشارع عادي. فدي برضه من الحاجات الحلوة. جدا. بمناسبة الشخصيات، إيه نوع الشخصيات؟ يلا بينا. يلا. فاكرين مدينة من نيجيريا؟ إسلام مبارك عاملة دور خطير. تحفة. حاسس إن هي كانت طالعة دور أم ضاي، اللي بتخاف عليه جدًا عشان هو أبيضاني والتاني ده أنا الوحيد اللي مخلفة واحد أبيض في المدينة دي، ده بالنسبة لي. بس هي فعلًا كانت بتخاف عليه بجد، بالذات إن هو كان بيتضرب في المدرسة، اتعرض للتنمر. حتى لدرجة إن هي من كتر ما هي بتخاف عليه أخته بقت بتغير منه. وكنت ده اللي إحنا شايفاها غير حسيناه منطقيه. شوية. كانت عاملة دور حكاية موصلة لي الدور بطريقة كبيرة جدًا إن هي فعلًا أمه، اللي هو الام القطه اللي اكلت عيالها من اللي كتر هو ما هي هانادي خايفه على عليه. ابني بس ما احبش حد يقول آمين. فهي ممثلة كده بتفكرني بعبلة كامل زمان، اللي هي كانت بتطلع دور أم بتوصلك تحس إن هي أم فعلًا. التلقائيه بتاعت عبله كامل. فبجد اللي هو يعني الله ينور عليها. وهي في حتة تانية لوحدها كده، الفترة الجاية كمان هتبقى في حتة لوحدها خالص، ما حدش هيقرب من الحتة دي. وهي خدت جايزتين في مهرجانين الأيام اللي فاتت. تستاهل. أنا أتوقع إن هي هتكسر الدنيا الفترة الجاية، وهنشوفها في حاجات تانية كتير هتبقى جامدة فيها. انا اسلام مبارك عجبتني كده كده، بس انا اللي بهرتني او فاجئتني هي اسيل عمران. انا كنت داخله بصراحه اللي هو ايه، هنعك ازاي. أيوه. ما اصلا متعوده اشوفك المدرسه بتاعه ضاي، اللي هي كانت عامله دور المدرسه بتاعه ضاي. نوعا ما هي محرك الاحداث لان هي سبب في الرحله اللي احنا بنشوفها. صح. تمام. وبنشوف النائر والنقير ما بينها وما بين اسلام أيوه، مبارك. لأن إسلام مبارك كانت رافضة أصلًا، اللي هي مامته كانت رافضة في موضوع السفر، هي اللي أقنعتها. لا الاثنين مع بعض. خدوا علقتين. شُفتِ بغض النظر أوكي عشان ما ماشي. احرقش. إسلام مبارك قاعدة بتضرب فيها طول الفيلم تقريبًا. لا لحد ما بس انا وصلت في عاجبني الآخر الكيمياء اللي ما بينهم اللي أوكي هي مش هنحرق ماشي. بس انا عشان بس انا بقى فاجئتني جدا. لأن إحنا متعودين عليها نشوفها في ديور بقى وطالعة بقى على الريد بالميك كاربت، اب انا بالنسبه لي اسيل عمران اللي هي على الريد كاربت بشوفها ايه اللذيذه دي، إيه الحلاوه دي. بس بنت سعوديه مسيحيه مدرسه مش حاطه نقطه ميك اب، لا شكرا. لا شكرا بصراحة. وكل ده وصل لي وتمام وميرسي ومعرفش ده بس نشكر نرجع عليه. بالشكر مين؟ استاذ كريم كنت لسه هاقول الشناوي. لِك نرجع بالشكر لمين؟ استاذ أستاذ كريم كريم الشناوي، اللي الشناوي. هو مطلّع حاجة يعني كان ممكن تطلع من أي حد، بس هي مع أستاذ كريم اتوظفت صح. انا حاسه ان هي كانت فرحانه ان هي تشتغل مع استاذ كريم الشناوي. أنا بالنسبة لي كل الأدوار اللي كانت يعني حتى أخته برضه من الأدوار اللي كانت حلوة بالنسبة لي، البنت أول مرة أشوفها. روحها خفيفه قوي. كان اسمها إيه؟ حنين سعيد. حنين سعيد. جميلة جدا، وحتى الإفيهات طالعة منها لذيذة. برضه في كذا إفيه كده كانت على طول مع أسيل، حتى كان في بص انا فيلم في اول الفيلم كنت مستفزياني بطريقه حلوه، مستفزياني بشكل لا حلو. بصراحة ما ضايقتنيش. لا بس انا بعد كده عرفت اللي هو طب ما هي عندها حق فعلا تبقى متغاظه، أيوه الغيره دي في محلها. مخلفة حتة القشطة بتاعت والله حتى الجملة دي كانت عشان يا فعلا جماعه هم بتعجبني الاخوات جدا. الصح هم بيبقوا كده. اللي بس هو أنا هي شايفه ان هي حياتها واقفه بسبب ضي.
ايوه فاللي هو كانت رايحه فرح لا، صاحبتها ولغت كل حاجه عشان مسافره مع ضي اللي هيروح يقدم في ذا فويس. فاللي هو بالنسبه لها هو يعني هو مبوظ حياتي وبتحبيه اكتر مني. لا يعني لا والله يا عسل. بس بس خلاص هي كده. روحها خفيفه قوي، ده حقيقي. لذيذه بصراحه. كده خلصت الشخصيات. هو مش حاسس ان احنا ناسيين حد. لا ده بعدين. نروح للايجابيات. احنا طبعا المفروض نتكلم عن الاخراج الاول، بس بما ان الاخراج هو الايجابيات هنتكلم عن الاخراج. يعني كريم الشناوي صح، هو كل الايجابيات. من كتر ما هو في الفيلم ده عامل كادرات حلوه، خد الكادرات عملها بوستر. يعني خطيره ما تعبش في بوستر، هو خد الكادرات عملها بوستر بس. خطيره. انت عارف انا بحب كريم الشناوي قد ايه؟ اكيد. بس ده بيرجع للاستاذ عبد السلام موسى مدير التصوير. اكيد برضو، بس مين اللي اخترع سامي موسى؟ ماشي معاك بس هو برضو مش عامل كادرات طبيعيه، هو عامل كادرات فشيخ. انا مش بتكلم عن برضو اوكي فعلا الصوره كانت حلوه والكادرات دي تتاخد تحط في متحف، بس برضو الكاست. يعني انت لو اتعرض عليكي الفيلم ده استحاله تفكري تجيبي اسيل عمران واسلام مبارك. اسلام مبارك التكوينه دي تبقى غريبه جدا يعني اصلا. هتجيبي اسيل عمران تعمليها صعيدي ليه؟ لا يعني مفيش حد لا، هيفكر فيها كده اول حد ويطلع الشغل ده هيفكروا في اسماء ابو اليزيد مثلا. الف ب يعني. هي الف ب اسماء ابو اليزيد فعلا، في الصعيدي الف ب اسماء ابو اليزيد. صح. بس تجيبي اسيل عمران تعمل الدور كده، فده طبعا للمخرج. كمان ضيوف الشرف، يعني ضيوف الشرف جايين من المخرج. الكادرات طالعه حلوه عشان المخرج. المخرج استغلال ضيوف الشرف، ما ي- استغلال ضيوف الشرف نفسهم كان حلو. ما انا ممكن اجيب الاسامي الكبيره دي بس ما اعرفش استغلها. بالظبط. وده شفناه في كذا فيلم. بالظبط. خلينا متفقين احنا شفنا حاجه زي كده في كذا فيلم، بس لا هو جابهم وعرف يستغلهم كويس جدا. محمد ممدوح مثلا محمد دخل ممدوح قلب الفيلم. انا حاسه انا مش يعني مكسوفه اقول عليه ضيف شرف من اخر كتر ما نص هو. ساعه لا هو مش ضيف. لا هو شال في اخر ربع ساعه في الفيلم، هو شالها. لا هو نقل الفيلم. انا بجد كنت واقف يعني فيلم كده فجاه الفيلم اتحول لفيلم كوميدي قدامي. خطير. دي ما بتحصلش كتير. فلا كان دوره حلو قوي. وكان لايق على اسيل. يعني هو عشان هو لايق على اي حد. هو بيلاقي على اي حد فعلا. الراجل لايق على اي يعني حد. مش هنختلف على ده، بس هو كان لايق على اسيل جدا. خطير. معانا برضو يعني من ضيوف الشرف ناس كتير كويسه. احمد حلمي ايوه كان وحشني ماشي. وعمل مشهد خطير. كنت عايزه بس اشوفه مشهد او اتنين زياده لان أنا عجبني، عايزه اشبع منه قبل يعني هيوحشني لان ده مشهد بمقام. لا ده مشهد احسن من افلام كتير عملها مؤخرا. يعني انت مكسوفه تقولي واحد تاني. انت اللي هتقول وبره عني. خلاص ماشي. واكيد من الايجابيات مش هننسى محمد منير. بطل الفيلم. هو طالع مشهد واحد بس هو روحه موجوده معانا من اول الفيلم، باغانيه بقى بكل حاجه. انا كان وحشني الاحساس ده من ايام فيلم احلى الاوقات. وبعدين احنا بقى لنا كمان يعني الاغنيه بتاعت الفيلم بقى لنا كتير ما شفناش اغنيه محمد منير مفيراله يعني من زمان قوي. لا الاغنيه دي بقى لها بص ترند مثلا شهرين. حصلت في قلبي ومفتاحه في رمضان اللي فات لما اغنيه باب الجمال طلعت ترند. محمد منير يا جماعه. بس محمد هي منير يعني الاغنيه دي اه عملت روح للفيلم زي مثلا هوا سلطان. الاغنيه بتاعت بتاعت بهاء بهاء سلطان. سلطان كانت تحفه برضه، عامله مود للفيلم. هي الاغنيه دي عملت مود للفيلم تحفه. وشفنا محمد منير في المشهد كده كان وحشنا، بس ان هو نور الكادر طلته كده. كانت حلوه قوي. فلا كنا مبسوطين منه. دي حقيقة. وما عملوش بشكل اخباري، ما عملوش بشكل اللي هو يا جماعه دي الرساله اللي في فعلا. الفيلم. لا كان لذيذ. كان طالع طبيعي جدا مم. عارفه كمان احلى حاجه ايه؟ ان هو ما طلعش في اخر مشهد في الفيلم. لا طلع في عادي النص كده كملنا بعد. وعملنا نقله وكملنا بعده، اللي هو حاسين ان هو ايه. هو فعلا ضيف خفيف على القلب. وبرده مش عايزين ننسى ضيف شرف بنحبه احنا الاثنين. استاذ ميس الحديدي اكيد لا يعني. محمد شاهين. انا بحب استاذ ميس الحديدي. محمد شاهين كان عامل دور كمساري قطر حكايه. بس هو محمد شاهين محمد شاهين بمحمد شاهين بمحمد شاهين اي حاجه هو بيطلع فيها. فكان تحفه جدا. لذيذ يا جماعه. راجل بس خفيف. برضه نرجع للفضل ان نرجع بالفضل ان كل ده بيرجع لكريم الشناوي. لان مفيش حد هيجمع الكرو ده كله. عايز اقول لك ان ضيوف الشرف هم كرو. انت مين معاك؟ الكرو بتاع شله استاذ كريم الشناوي. ما حدش هيجي اصلا. هو هرشه السبعه على لام شمسيه ويلا هنعمل فيلم. كله. وبعدين ضيوف الشرف كانوا مؤثرين جدا. يعني مش جايين كده ضيوف شرف وخلاص، لا بس اللي يعرف يجمع بقى التوليفه دي كلها في ضيوف الشرف برضه كريم الشناوي. لا وجاي له بنفس. يعني مش اللي هو ايه جاي لك يا عم هنجاملك ونمشي. لا كل واحد عمل دوره تحس ان هو انا بطل الفيلم. هو بطل الفيلم كريم الشناوي. حتى المشاهد الكوميديه في الفيلم هي طالعه طريقه حلوه. يعني مطلعه من اسير عمران واسلام مبارك. يعني مثلا المشهد اللي اسلام مبارك رميتها في النيل فجاه دي ده تحفه. المشهد اللي هي بتضربها فيه في القطر برضه تحفه. كلها مشاهد تحفه. فيعني البطل بتاع الحكايه دي كان الاستاذ كريم الشناوي. ده كده شغالي معاك بقى. احنا اتفقنا ان الفيلم حلو. قصه حلوه، كادرات فظيعه، مخرج عظيم، وضيوف شرف ما حصلوش. بس انا مشكلتي في الفيلم هي حاجه بس. لا هو بصي هو كان صعب.
بس هو كان ممكن نعمل اي حاجه غير احنا نجيب ضي ده. انا مقدره المجهود اللي اتعمل وفاهمه انه صعب ان احنا إن التوليفه دي كلها وحد بيعرف يمثل ويغني ويبقى البينو بس على الاقل يعني نجيب واحد مثلا بيعرف يعمل ليبسينج. مثلا. ده تيك توكر مثلا كلهم بيعرفوا يعملوا الموضوع ده. تيك توكر ايه؟ استاذ محمد سامي عملها في لؤلؤ. كان عملها احلى من كده كتير. فيعني دي كانت مشكله بالنسبه لي، اللي هو معتمد، طالما معتمد على الليبسينج بيجيب حد بيعرف يعمل ليبسينج يعني. لا انا كان الموضوع كان صعب وباين قوي ان هو ليبسينج والصوت مش لايق على سنه. انا حسيت ان اصلا الصوت ده محمد منير بس لاعبين في صوته. في ايديتنج بس ده مش صوته 100%. لان هو اصلا صوت حد كبير اللي بيغني، صوت حد كبير، تحس ان هو 35 40. استحاله يكون ضاي اللي عنده 16 17. وايقاع ضاي نفسه ما كانش احسن حاجه، كان واقع. هو كان بيخش المشهد الايقاع بيقع، يعني هو مجرد دخوله المشهد كده وبدا ما بيبدا يتكلم، يعني هو بيقول ما بين الجمله والجمله هي في سنين طب بتروح. هل هو كان واقع قوي كده ولا عشان كان قدامه ناس فظيعه زي اسلام مبارك واسلام؟ ممكن ده ممكن يبقى ليه عامل. ممكن دي حاجه وقعت من كريم شويه ممكن. بس يعني هو كانت اسوأ حاجه في الفيلم. من سلبيات الفيلم برضو الايقاع اللي كان واقع في اول تلت من الفيلم. لا انا كان في لحظه كده اللي هو طب وبعدين طب رايحين على فين؟ بس هم برضو كانوا ضاحكين علينا، ماشي، اللي هو خدي الكادر حلو، خد صوره حلوه وانا موافقه وشكرا جزيلا، بس لا يعني الدنيا كانت نايمه شويه بصراحه في اول تلت من الفيلم. ده حقيقي. ومن السلبيات برضو الصدف، يعني فجاه كده بقى بيجي لنا صدف كتير قوي ما لهاش اي لازمه وما تطلعش من استاذ كريم الشناوي، وفي حاجات برضو غير منطقيه. التلت الفيلم الاخير اصلا كان كله قايم على الصدف. ده حقيقي. بدون حرق. بنت واقفه في الشارع، واحد مسك الموبايل، اغنيه ضيب ايه ده؟ وده اخويا اللي اكتر حاجه بقى مستفزاني الغير منطقيه بتاعت السنه. يعني هو دلوقتي دخل خناقه اللي كانت في الخناقه هو قام يدافع عن امه فاتضرب فاغمى عليه فراح على ترولي ورحنا شفناه في المستشفى. كاتو بنصحى بيلاقي عشان الناس اللي ما شافتش الفيلم ليه؟ علشان يقول بقى يا شمس يا شموسه زي ما هو كان قايل في اول الفيلم. مباشره جدا يعني، وكانت غير منطقيه. زي هو كان في حاجات كتير مباشره برضه، زي برضه وهما بيلعبوا شطرنج في اول الفيلم. ما كانش شطرنج، كانت كان طاوله سوري. ابيض واسود. لا انا هختار الابيض. مش لازم تقولها لي يعني، خلاص لا انا هختار الاسود علشان انا ما بحبش الابيض. كانش لازم يقولها. احنا فاهمين ان انت بتعاني من ده وفاهمين كل ده، بس سيبني اشوفه بقى. ده حقيقي. سيبني اشوفه، انا فاهمه ولو مش فاهمه عديها بس ما تبروزهاليش. ده حقيقي. مناسبات برضو الراكورات، يعني سكريبت يعني كان معانا سكريبت ملابس، انا عندي مشكله. ايوه بالظبط، معانا كورين طول الفيلم. انت الموضوع مش متعب نهائي بجد. تعويره وشعرها، انت بقى شويه التعويره تبقى موجوده قوي وشويه التعويره مش موجوده اصلا. شويه شعرها هايش وشويه شعرها مهندم. لا وفي نفس المشهد يعني، هي كانت في العربيه، نزلت من العربيه، كانت في العربيه شعرها مفروض، نزلت من العربيه شعرها هايش. لا صعب. ده كان غير منطقي، صعبه. ولو الناس مركزه والناس واخده بالها من موضوع الراكورات ده، واكيد هيبقوا واخدين بالهم لان هي كمان النقله صعبه، لا ما تطلعش من استاذ كريم الشناوي، ما تطلعش اصلا من اي حد. دي غلطه ما تطلعش. بس نرجع في الاول في الاخر، الفيلم حلو جدا مهما حصل. حلو جدا. طيب بغض النظر عن السلبيات اللي احنا قلناها، الفيلم نتفرج عليه ولا ما نتفرجش عليه؟ هي ما تعتبرش سلبيات قوي، شويه ملاحظات بس كده. بس هو الفيلم حلو يعني أوي. في الاخر هو الفيلم حلو جدا ولازم تخش تتفرج عليه في السينما. ليه؟ عشان تستمتعي بالكادرات وبالصوره وبالميوزك وبكل حاجه. هو في شويه اخطاء كده بسيطه وتجربه جديده. بس لازم تخش تتفرج على السينما. انت بقى تقييمك للفيلم، تتفرجي عليه ولا ما يستاهلش؟ اتفرج عليه جدا وفي السينما، وادخله مره واثنين كمان، يعني عندي استعداد اتفرج عليه تاني جدا. اتفرجوا عليه يا جماعه.